ما سألتش نفسك قبل كده، الناس اللي كانت زمان بتعبد الأصنام ما كانتش شايفة اللي احنا شايفينه دلوقتي إنها مجرد حجارة لا بتنفع ولا بتضر، ولو وقعت من مكانها هتتكسر مليون حتة ولا عمرها هتقدر تحمي نفسها؟ معقولة العقل البشري اللي بنى حضارات مرعبة ما نعرفش نعمل زيها دلوقتي كان بالغباء ده؟ وإزاي نحات يفضل بشهور يبني في تمثال وبعد كده يسجد له ويطلب منه الرزق وهو عارف كويس قوي إن هو اللي عامله بإيديه؟ أكيد الحجر ما كانش هو الهدف، بس تفتكر بقى إيه كان الهدف؟ جهز قهوتك وسيب اللي في ايديك وركز معايا عشان اللي جاي بره المنهج بجد. الحقيقة ان اول عبادة للاصنام بدأت ايام سيدنا نوح. بعد 10 قرون كاملة الناس كانت على التوحيد. الموضوع بدأ ب5 رجال صالحين، ود وسواع ويغوص ويعوق ونسر. الناس كانت بتحبهم جدا، ولما ماتوا الشيطان دخل لهم بمدخل نفسي عبقري. قال لهم عشان ما تنسوش اشكالهم وطاعتهم وتفضلوا تتشجعوا، اعملوا لهم تماثيل وحطوها في مجالسهم. الجيل الاول بدأ يشوف التماثيل دي كصور تذكارية، الجيل التاني بدأ يديها قداسة، انما الجيل التالت حصل عنده انزلاق معرفي، وهنا الشيطان دخله من مدخل. اجدادنا ما كانوش بيعملوا التماثيل دي الا عشان يطلبوا منها الشفاعة، وهنا حصل فخ التجسيد. العقل البشري بيخاف من الغيب المطلق، فاحتاج واجهة مادية يلمسها ويشوفها عشان يحس انه قريب من ربنا. الحجر هنا كان مجرد يوزر انترفيس او شاشة عرض لمشاعرهم. والزمن عدى وجه سيدنا ابراهيم وبدأنا نكتشف ان الموضوع اتطور لشكل تاني خالص، صناعة احتكارية. والده ما كانش مجرد نحات غلبان، ده كان شيف اوف اوبريشنز، المورد الحصري للآلهة في المملكة. راجل ما كانش بيدافع عن عقيدته، ده كان بيدافع عن بيزنس بيضمن له الوجاهة والرزق والتقرب من قصر الملك. انما النمرود بقى ده حكايته حكاية في علم النفس السياسي. راجل عارف يقينا انه بشر بياكل وبيشرب وبيموت، لكنه استخدم الاصنام كأداة ضبط اجتماعي. خلق حالة من الارتباط الشرطي، أقنع الناس إن رضا الأصنام الحجرية مرتبط برضاه هو الشخصي، والأصنام بقت كاميرات مراقبة نفسية بتخلي الغلابة يخافوا حتى يفكروا في الخروج عن الملك، لأن الخروج على الملك بقى خروج على السيستم الكوني. هو ما كانش بيعبد الحجارة، هو كان بيستخدم الحجر عشان الناس تعبد قراره. لما سيدنا ابراهيم كسر الاصنام وساب الكبير بتاعهم وعلق الفاس على رقبته وقال لهم اسالوهم لو يقدروا ينطقوا، هم رجعوا لنفسهم وعرفوا الحقيقه في ثانيه. بس بعدها بلحظه واحده حصل اغرب رد فعل نفسي في التاريخ، ورفضوا برضه الاعتراف. ليه؟ لان الاعتراف بان الصنم هوى يعني اعتراف بان نظامهم الاجتماعي كله باطل، وان ملك النمرود باطل وسلطه الكهنه نصب. فهم اختاروا الكذب المستقر على الحقيقه اللي هتهد السيستم. فضلوا المصلحة على المنطق وقرروا يحرقوا سيدنا إبراهيم عشان السبوبة بس تفضل شغالة. ولما نروح لمكة هنلاقي إن نظام الأصنام وصل لمرحلة تانية، مرحلة الهندسة السياسية والاقتصادية المعقدة. مكة ما كانتش مجرد مدينة دينية، مكة كانت جلوبال ناتشورال زون أو منطقة محايدة عالمية في وسط صراع القوى العظمى الروم والفرس. قريش ما كانتش تقدر تحمي قوافلها بالسلاح بس، فاستخدموا سيكولوجية التقدس. عملوا نظام عبقري، البيت ده حرام واللي يدخله آمن، والأصنام اللي فيه آلهة كل العرب. والنتيجة إن لما تيجي قافلة من الشرق أو من الغرب أو من الشمال أو الجنوب تحط صنمها في الكعبة، فهي بكده وقعت اتفاق عدم اعتداء على قريش. القبيلة دي مستحيل تهاجم قافلة القريش، لأنها لو عملت كده ببساطة هيخافوا على الإله بتاعهم اللي موجود في مكة. الأصنام ما كانتش حجارة للعبادة، هي كانت دبلوماتيك هوستج أو رهائن دبلوماسية بتضمن إن قوافل رحلة الشتاء والصيف تعدي في أمان من غير ما يدفعوا مليم واحد حماية. هم ما عندهمش أي مشكلة عقائدية مع ربنا، هم عندهم مشكلة مع سقوط السيستم. اعترافهم بالإسلام كان بالنسبة لهم هو ضياع الأمن التجاري وسقوط نظام الطبقات اللي كان مخلي قريش هي اللي بتحكم وبتجمع الثروة. طب ليه سادة مكة خدوا الموقف ده مع إنهم عارفين كويس قوي إنهم في طريق الهلاك؟ الحقيقة إنهم ما كانوش بيفكروا في خشب وحجارة، هم كانوا بيدافعوا عن مركزية القبيلة. أبو جهل لخصها في جملة بتكشف عمق الصراع النفسي لما قال: تنازعنا نحن وبنو مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا، حتى إذا قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه. المشكلة ما كانتش في صدق الرسالة، المشكلة كانت في توازن القوة. هو كان خايف ان اعترافه بالرسالة معناه تنازل منه هو واهله عن مكانتهم التاريخية لصالح بيت النبوة للأبد. تكسير الأصنام يوم فتح مكة ما كانش مجرد تنظيف للمكان، ده كان إعلان إفلاس النظام العالمي القديم بالكامل. الإسلام ما كسرش مجرد حجارة، الإسلام كسر زمن العبودية اللي كانت متغلفة بقدسية مزيفة عشان تحمي الكراسي والدفاتر المالية. القضية ما كانتش حجر، القضية كانت مين اللي بيملك عقلك ويحرك قرارك.